عندما نقول إن عددا كبيرا من المغاربة يقبلون بالنظام الملكي، فنحن لا نتحدث فقط عن قبول سياسي عادي، بل عن قبول يصل أحيانا إلى حد تقبيل يد الملك حرفيا أو رمزيا. تقبيل اليد هنا ليس مجرد تصرف بروتوكولي، بل عقلية كاملة، عقلية ترى الحاكم فوق النقد وفوق المساءلة وفوق المواطن. في المغرب لم تقدم الملكية كنظام يمكن مناقشته أو تغييره، بل كشيء مقدس، ومن يرفضه يتهم بالفوضى أو بالخيانة أو بعدم الوطنية. كثير من المغاربة لا يدافعون عن الملكية لأنهم استفادوا منها، بل لأنهم تربوا على الطاعة وعلى فكرة أن الاقتراب من السلطة يكون بالانحناء لا بالمطالبة بالحقوق. الخوف لعب دورا كبيرا، الخوف من القمع، الخوف من المجهول، والخوف من أن يكون مصير المغرب مثل دول أخرى. وهكذا أصبح تقبيل اليد بالمعنى الرمزي وسيلة للنجاة وليس علامة احترام. لنقارن هذا بالجزائر. في الجزائر منعت الدولة مهنة مسح الأحذية باسم كرامة المواطن. قد يكون القرار فشل اقتصاديا، لكن الرسالة كانت واضحة: المواطن لا يذل. في المغرب ماسح الأحذية في كل مكان، والفقر معروض في الشارع، ولا أحد في السلطة يشعر بالحرج. لماذا؟ لأن نظاما يطبع مع تقبيل اليد سيطبع تلقائيا مع الفقر ومع التفاوت ومع غياب الكرامة. تقبيل يد الملك لا يصنع استقرارا حقيقيا، بل يصنع شعبا خائفا يدافع عن سلطة لا تحاسبه ويهاجم من يرفع رأسه. الخلاصة: المشكلة ليست في المغاربة كأفراد، بل في نظام نجح في تحويل الخضوع إلى فضيلة، والصمت إلى حكمة، وتقبيل اليد إلى وطنية. السؤال الحقيقي هو: متى يتحول المواطن من مقبل لليد إلى صاحب حق؟ إذا أعجبك هذا الطرح، اكتب رأيك في التعليقات واشترك في القناة لدعم الكلام الذي لا يقال.